السلام عليكم بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. تحت طلب عديد من البنات، سواء عندي في الانستغرام او لا في اليوتيوب، بغيتو مملحات ديال السوق. انا غنخدم معكم الطريقه والمقادير ان شاء الله، مملحات ديال السوق، واللي بغى يعاود فيهم البيع، يعني هادو اللي تلقاوهم مقرمشين. هذا الشيء اللي كاين. نتمنى انكم يعني الفيديو تستافدوا منه، وما تنساوناش بالبارطاج ولي لايك، ونبداو على بركه الله. بركه الله بالمقادير هما الاولين. قولي لنا اختي المقادير بالنسبه للشكل الاولاني اللي غادي نديرو. هذا ديال الزيتون، ياك غنديرو الزيتون وغنديرو فيه الهريسه. واخا شنو غنحتاجو؟ هاتي اختي غنحتاجو نص كيلو ديال هذه جوج مقادير مدوبله. اللي بغى يدير نص، بحال اللي بغى يدير غير رابعه يدير نص كيلو. عندنا نص كيلو ديال الزبده، اي مانكارين، المهم اي مانكارين. عندنا جوج كيسان ديال الزيت ديال العنبه، هذا واخا تشوفيه كبير، المهم راه كاس ديال العنبه. عندنا 4 البيضات، اييه. عندنا نص سيطر ديال الماء في نص سيطر. بحال دابا مقادير وحده غنحتاجو نص سيطر. اييه دابا حنا راه غنديرو على جوج البنات، راه كنقولوا لكم عاد ديال وحده. زيدي هي نص سيطر ديال الماء. في 4 المعالق ديال لاموطار، في 4 البيضات. هادو مقادير وحده صافي، يعني مقادير بساط وساهلين. 3 الخمارات وثلاثه د الخمارات. يعني راه هنا ما غاديش نعطروهم، ولا غادي نحتاجو غير في هاد ديال الزيتون غنحتاجو غير كما قلت لكم شويه د الملحه ولا موطارد. مازال ملي غنبغيو نديرو هذه ديال الهريسه غنديرو معاها كنور، ياك، وكنور ديال البقري. ها هما. اذا نبداو على بركه الله. هانتي كنديرو هنا الزبده، كنخويو عليها شويه باش تسهل علينا ديك العمليه ديال انك تبقاي تتلكيها. ديروها هكا في الهاشوار. غنديرو الزبده وشويه ديال الملحه والزيت، ونضربو كلشي، عاد نضيفو البيض. هنا تقريبا شحال ديال الدقيق غندخلو فيها؟ تقريبا شي 2 كيلو. وغتزيدي شويه ديال الملح، حيت دابا لاموطار مالح. يلا ولا تنبقى كتكون مالحه شويه بلاتي. صافي، الا درتي كاس جوج الاولاني جوج في رابعه وجوج في رابعه، هكاك، جوج كيسان وجوج كيسان. الثالث يعني كل رابعه كديري جوج. هما يديروا كاس العنبه، حتى انا ما عنديش كاس العنبه، هذا ما عامرش. نديرو بعدا نباطيو الزبده مع الزيت. ها نتوما ولا بحال الكريم. صافي، وغنزيدو دابا 4 البيضات على 4 هي 8. يعني في كل رابعه كنديرو 4 البيضات. باش غادي نقسموهم هنايا ونديرو الكنور. لا، كنور في المقادير ديال الهريسه. ديال الهريسه. ايوا ملي نبغيو نديرو شي د الهريسه نحكو معاها كنور، ولا نديروها في العجينه. غنديرو البيضات، غنديرو تقريبا شي 6 المعالق ديال لاموطار. حيت السر ديالو هو لاموطار. 5 6 صافي نضرب. حنا دابا غنبقاو مستمرين حتى تكمل هذا الشيء مزيان، ونخويو هكايا في القصعه، ونبداو نديرو الطحين. ياك دابا بقى لينا غير الماء، غنجمعوه نديرو الطحين، نبداو نجمعوه بالماء. ياك هانتوما البنات شفتوا القوام ديالو كيفاش جا. هكا راه يسهل لكم، راه واخا تبغيو ديروه بيديكم ما غيطلعش لكم بحال هكا. اللهم هاد الهاشوار هادي راه كتسهل. دابا هنا غنزيدو عليه الماء 2 كيسان، يعني نص سيطرو في نص سيطرو، ياك صافي. ونجمعو كلشي ان شاء الله، ونخويوه في البانيو، ونبداو نديرو الطحين بشويه بشويه. غادي نخويو دابا هاد الشيء في البانيو.
في كل رابعه 3 الخمام 3 ديال الخمارات. ودابا غادي تخلطي هادشي كامل بيديك صافي، وغادي تبدا تضيف هكذا الطحين شويه بشويه، وغنوريو لكم ان شاء الله القوام ديالها ملي تجمع. هكا راه كتجي ساهله ياكي. ملي كديري الباطور كتسهل. يلا حنا غنبقاو مستمرين بحال هكا تنجمعوا العجينه ونرجعوا معكم. البنات هذه هي العجينه، غادي ناخذوا نطلقوها. راه كنت صورت هذا راه الزيتون البنات، كنت صورته لقيت راسي ما كنصور والو. دابا غنوريكم نفس الطريقه. هنا بالنسبه للحشوات تقدروا ديروا بزاف، ديروا مثلا ربيع الثومه مهرمشين وتسرحوها في العجينه، ديروا مثلا غير هكا الهريسه تطليوها بها تدهنوها بها، ديروا مثلا البافو، ديروا الزيتون، المهم اي الحشوه كتبقى لكم نتوما الاختيار اللي بغيتوها غادي ديروها. المهم غادي نطلقوا العجينه وغنسرحوا فيها هذا، غنسرحوا فيها ديك الحشوه. شو حنا شنو بغينا، ممكن الفرماج، ممكن هنا غادي ندير الهريسه كنقادوها بعدا باش ما تجيناش. سيري وكاني ماشي مشكل، سيري دابا غير حيت غتبقاي تضيعي في العجينه ما كنتيش كاع تقطعيها، تبقى مزيانه. انا راه هذوك وليتهم ما قطعتهم حتى حاجه صافي. دابا ديري الهريسه نطليو دابا في الهريسه هكا صافي، واخا كي كترتي حبيبتي غديروا غير القياس باش تعطيكم ديك النكهه شويه واللون، ماشي نكثروا باش ما يجيش ثاني قاطع. تصوري صافي دابا غادي لا كنصور قلت له صوريش، كنصور اختي. دهنيه بحال هكا، هنا صافي، وغادي يقدروا يدهنوا بالموطار حتى هو كتجي فينا. صافي تلويوه بهذه الطريقه هذه، على حرقه في يديك نتيا من داكشي الرفيع صافي. ونحطوه هنا، غنبقاو نقادوهم تنكملوهم ونديوهم للمجمد تيتجمدوا، وعاد نبداو نشكلوهم هكا، نقطعوهم بالموس وندخلوهم الفرن ان شاء الله. انا بالنسبه للحشوه مازال غادي نديروا تخليطه واحده اخرى ان شاء الله ونصوروها معكم الا بغى الله، وكتبقى بنفس الطريقه. حنا كلهم هادو تقريبا نخدموهم هكا، الا واحد الشكل اللي غنديروه بالزريعه غادي يجي هكا مرصوات بالجراره. المهم ها نتوما معانا. هنا الشكل اللي بقى لينا الثالث اللي بقات لينا فيها منها العجينه، غادي ندير منها مربعات وغنديرها في البلاطه. وغادي نطلق العجينه بهذا الشكل هذا هكا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، المهم قياس. وناخذ هاد المتكه ونحاول نبدا من هنا، نجيب ونطلقها بحال هكا ونقادها. هاد الزوائد هادو حيدوهم، بدكم شي بلاصه غليظه راه حنا كتقدروا ديك الساعه تقادوهم. علاش هاد اللاطات زوينين هادو اللي مسرحين، كتقدروا تحكموا في العجينه ديالكم كيف ما بغيتوا. انا حتى ملي كتكون هكا غليظه انا اللي غادي نزيد عليها. ها نتوما ريبوز وغندير هكايا مستطيلات
البلاصه ما كتوصلهاش اللهم ناقصه. المهم انا نبقى بحال هكا غادي ندهنهم هنا بالبيض بالبيض، بيضه كامله تقريبا، شي واحد البيضه كلها، ودرت معاها واحد شويه ديال الكاكاو شويه، ونتوما دهنوها هكاك بالبيضه كلها وصافي. المهم هنا غادي ندير هكايا مربعات، وغادي نعمرهم بالزريعه، ولا كيبقى لكم الاختيار نتوما باش ما بغيتو تعمروهم عمروهم على هاد الطريقه هادي. ممكن ديروا الفرماج، ممكن ديروا لوزه، ممكن ديروا بافو، داكشي اللي متوفر عندكم خدموا به. انا غنبقى مستمره بحال هكا تنكمل، وغنوريكم واحد الطريقه باش غادي نثبت بها هادي بلاصه ما ندير بيديا. المهم دابا نرجع لكم. هانتوما البنات باش نثبت هاد الشيء كندوز من الفوق بحال هكا بالمدلك عاوتاني، وما كيلصقش وكيبقى في بلاصتو. ها شفتوا ما كيتشتت، ما كيطيح لكم ما والو. ملي كتبقاو هكا تثبتوا بيديكم، انا بعدا كتكرفس لي يديا وكيعصبني داك البيض هكذا بعدا. هانتوما كتضمنوا راه كله لصق شفتوا كيجي كل وحده لاصق فيها صافي. غندخلهم دابا للفران البنات بما جمد ليا هذوك الرولوات اللي صوبنا صافي، وتشوفوا الشكل ديالهم ان شاء الله. هانتوما شاط ليا واحد شويه ديال العجينه غنكمل بها وغنعاود واحد التخليطات اخرين ان شاء الله. المهم بالنسبه لهذا الشكل هذا ملي سرحتها وحطيتها في الشيء قطعتها بالجراره هكا مربعات، وحطيت في وسطها دهنتها بالبيضه كامله، وحطيت وسطها لوزه. هانتوما كتاخذوا الطرف بحال هكا وتلصقوه حتى الشكل هذا كيجي ساهل وكيجي زوين وبنين. هانتوما نبقى مستمره انا تنكمل هذا الشيء. المهم هذا الشكل هذا راه بكتش غادي نديرو، عشط لي واحد شويه ولا نقول علاش لا ما نصورش معاه. هانتوما البنات هنا راه جبت هذوك البودان ونبدا نقطع بحال هكايا. غناخذ هادو الا ما كان جامد بزاف البنات راني كنقادهم بهذه الطريقه هذه باش تعطيني ديك لا فورم هكاك دايره صافي. نبرك عليها هكا شويه بصبعي. هانتوما كناخذو هكا كنعاود مع رطب، مازال ملي كيكون جامد كيكون داير نيشان. دابا الحراره ما نقولش لكم ها كتخرجي بحال ما كانش كاع جامد. اما الطريقه هذه راه سهله، راه كيرجع هو داير. هانتوما غنبقى على هاد الطريقه تنكمل كاع دوك ديال الحار وديال الزيتون صافي، ونوريو لكم الاشكال كيفاش خرجوا ان شاء الله. هانتوما البنات هنا راه بداو كيستفوهم، درناهم هكا رويبعات. شوفوا كي كيجيو الشكل ديالهم وتيجيو مقارمشين وزوينين وفي نفس الوقت حتى مقرملين. ياك اختي المهم بالنسبه للبيع انا هادو غادي نبيعهم ب 15 درهم، وبالنسبه هذه ديال اللوزه غنبيعها ب 25 درهم الرويبها. ولا غادي ان شاء الله راه غادي نخدم بزاف ديال لي موديل. انا الشكيلات اللي غادي نخدمهم غنخدمهم بهاد لاباز هذه اللي وريتكم، والموديل اللي خدمته انا ان شاء الله غادي نصور معكم. هذا الشيء اللي كاين الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله. المهم اللي بغات تخدم فيهم، اللي بغات تبيعهم، اللي بغات، انا قلت لكم ذكرت لكم الثمن. هذا الشيء اللي كاين. يلا الله يستر الجميع، ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جديد. في امان الله.